السلام عليكم متتبعات قناة فيتو شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم التجربة ديالي مع هاد الترطيبة هادي اللي كان كيهمها الامر. تبع معايا الفيديو حتى للتالي. غادي نقول لكم علاش متكونه وطريقه الاستعمال، وغنفتحوا البواطه من الداخل وغادي نديروا الخليط قدامكم، وغادي نقول لكم كاع لي طاب باغ طاب اللي غادي تتبعوا باش ديروها. بالنسبه لهاد الدارك هادي هاد الغوز هذه هي اللي غنستعمل هاد المره. غير تبعوا معايا الفيديو حتى للتالي باش تعرفوا عليها اكثر وتشوفوا النوعيه الشعر لاش كيلاق، واللي ما كتلاقش ليها خاصها تيفيتيها ضروري. بالنسبه واش نفعتني ولا شنو دارت لي شعري ولا واش مزيانه، غير تبعوا معايا الفيديو حتى للتالي باش تستافدوا. كاينه هاد الباكيه هادي الغوز اللي كتجي على هاد الشكل هذا. كاينه الباكيه الموف. بالنسبه للباكيه الموف راه كتكون خاصه مصوره فيها واحد السيده افريقيه عندها الشعر كرد. هذيك فقط كيديروها الافارقه اغلبيه، وكيديروها الناس اللي عندهم الشعر كرد بزاف وناشف بزاف، يعني الاستيك الشعر. هذيك كتلاق لهم. بالنسبه لهذه كيقولوا عليها مخففه، دايرين فيها زيت الكوك ومستخلص لالويفيرا كما كتشوفوا معايا. فشت فيها زيت الكوك ومستخلص لالويفيرا قلت علاش ما نشريهاش ونجربها. غادي نفتحوها مع بعضياتنا ونشوفوا داكشي اللي فيها لداخل باش حتى نتوما تستافدوا. بالنسبه للكميه كتجي فيها كثيره، كيجيو فيها لي ساشي كتار باش كتستعملوها جوج المرات ولا ثلاثه كيعطيوكم الحاجه مدوبله. مثلا هاد لي ساشي غتستعملي وحده وتخلي وحده. انا ديجا استعملت ترطيبه ونسيت هذه ما درتهاش فريمون، وهاد المره غادي نستعملهم بجوج لان الترطيبه ديجا درت منها النص وخليت نص لان فيها كميه كثيره. هاد نمره واحد كتشديها كما مصورين تما كتفرقي شعرك وكديريها الفروه ديال الراس باش كتحميلك الجلده ديال الراس ديالك، وباش كتدي لك واحد العازل ما بين ديك الترطيبه والفروه ديال الراس باش ما تقيسهاش وما تاثرش عليها. كيقولوا انا نسيتها هاد المره غادي نديرها. كتجي النمره جوج كاينه جوج وجوج بي. جوج هي اللي كتكون فيها الكريمه الاساسيه، كتجي فيها كميه كثيره. تقدروا تستعملوا جوج مرات الا عندكم الشعر قصير ولا متوسط. الا كان طويل كتستعملوها مره واحده اكيد. بالنسبه للدراري كيستعملوها بزاف د المرات لا كوب غارسون راها قصيره بزاف وكيستعملوها بزاف د المرات. بالنسبه لينا حنايا الا كان عندنا الشعر طويل راه متكفينا وحده، الا كان عندنا قصير انا راني درت المره الاولى وخليت هاد المره باش ندير. انا خليت دابا غادي نشد هاد الكميه اللي بقات ليا في هاد البواطه. ضروري تسدوها مزيان وديروها في الثلاجه باش كتبقى لكم بعدا موا واحد 3 موا ولا اكثر. هذا الشامبوان هذا النمره 3 هذا كتساليو به. ملي كتساليو الترطيبه المده اللي كتبقى لكم في الشعر كاينه مكتوبه في البواطه، كلشي مكتوب وعندكم حتى الورقه طريقه الاستعمال وكلشي كيعطيوه لكم هنايا. ملي كتساليو وكتغسلوا مزيان بالماء ضروري تابليكيو هاد الشامبوان هذا، وما تقولوش الا درنا الشامبوان كتحيد الترطيبه نهائيا. هاد الشامبوان كيحيد لك البقايا، لانك الا غسلتي بالماء راه كيبقى البرودوي في الشعر. هاد الشامبوان كيحيد لك البقايا ديال البرودوي باش ما تاثرلكش على الفروه ديال الراس. بالنسبه لهذا النمره 4 نقول لكم على هاد النمره جوج. هاد النمره جوج هي اللي كنخلطوا بها الخليط جوج بي، حيت كاينه البواطه فيها جوج وهذه جوج بي. هاد جوج بي هي اللي كنهزوها وكنديروها في هاد البواطه وكنخلطوها. انا غادي نخلط معكم دابا وتشوفوا جوج وجوج بي كتخلط مع بعضياتهم. وهذا النمره 4 اللي كتشوفوا في يدي، هذيك النمره 4 اللي حطيت هذيك راه كنديروها ابري شامبوان. ملي كنساليو الشامبوان وكنغسلوا الراس ديالنا بالشامبوان كنمسحوا بالفوطه وكنديروا ديك النمره 4 صافي ونشفوا شعرنا بالفوطه ونخليوها في الشعر. ضروري كيقول لك زعما ديك ابري شامبوان كتزيد كتغدي لك الشعر وكتحتفظ على ديك اللمعه ديالو وديك الرطوبه ديالو. وهاد الورقه هذه هي راه فيها الطريقه وفيها اللغات الاساسيين في البلاد كامله في العالم، هي الفرنسي والعربيه ولونجلي. كيديروها هنايا مترجمه على 3 اللغات، حيت هاد الدارك هذه دايرينها الافارقه ولات مشهوره دابا في العالم الدول الاوروبيه والعربيه.
دابا هي فيها طريقه الاستعمال كامل، يعني هادشي اللي قلت لكم كامل نفسه اللي مكتوب في ديك الورقه. وكتجيك واحد لاسباتول ديال الخشب، ما عرفت دابا فين طاحت ليا، الله اعلم فين درتها، نقلب عليها لا لقيتها غادي نميلونجي بها. وكيعطيوك الليغات، انا ما استعملتهمش، خليتها استعملت غير الليغات دياولي. ودابا غادي نرجع نهز هاد الليغات هادو وغادي نخدم بهم. سمحوا لي على التليفون راني قلبتوها البنات، والله الا صحاب لي راني كنصور نيشان ساعه قلبتو. هاني شديت دابا النمره 2 خويتها على النمره 2 خويتها على داك الخليط، وغادي نحاول نعصرها مزيان باش نحيد كاع هاد البقايا اللي بقات في الساشي. صافي اللي بقات في الساشي غادي نحيدها كامله، وغادي نحرك. هاني لقيت لاسباتول لقيتها طايحه ليا في الارض، غنميلونجي مزيان حتى يبدا داك اللون ديال هذا الخليط. هذا كان بيض، غنبقى ميلونجي حتى كيولي غوز. شوفوا كيولي غوز. يقدر يبان لكم دابا اللون شويه غادي الغوز، ماشي داك الغوز فونسي، غير تيكون بدل شويه على البلون، تيولي غادي الغوز. تما صافي الخليط تقدروا تابليكوه ضروري. الليغات اليدين تيكونوا حساسين اكثر من الفروه ديال الراس، سبحان الله. واخا كنقيسو بهم كلشي، كاينين شي حوايج ما نقدروش نقيسوهم بهم. كنحاولوا نميلونجيو بديك لاسباتول. ولا بغيتو تستعملوا معلقه نتوما استعملوها. شوفوا كيفاش كما حدكم كتحركوه هو تيولي داك الخليط كيولي في الغوز، ما كيبقاش بلون. صافي هاد الكريم هذا كتشدوه، كتبقاو تابليكيوه لشعركم، كتابليكيوه مزيان. نتوما كتشدوا الشعر ديالكم. هاد الترطيبه راه ما كتصلح، ما تحتاجش تبقاو تجبدوا في الشعر، فقط غير قسموا الشعر مثلا على 6 وبقاو تابليكيوها. تبقاو تابليكيوها الشعر مزيان على الشكل ديال الطول ديالو. ديروا شي فوطه على الظهر ديالكم وعلى صدركم، لان كتبغي الشعر يبقى مطلوق. فاش كديري اون فوا كتبقاي تابليكي هاد الترطيبه على الشعره كتولي واقفه، وكتبقى واقفه مسرحه مجبده، كتولي بحال شي عود هكا واقفه. صافي وكتخليها واقفه، ما كتجمعيش شعرك، كتخليها واقفه نيشان، كتخليه مطلوق. من بعد كتخليه من ربع ساعه. الا كان عندك الشعر خفيف وماشي حرش بزاف، الا كان عندك حرش كتخليه 20 دقيقه وصافي. وكتمشي كتغسلي مزيان وكتخلي شعرك مطلوق. وكتغسلي ملي كتغسلي كتنشفي بالفوطه، كتنشفي مزيان كتغسلي عفوا بالشامبوان. وملي كتسالي الشامبوان كتنشفي مزيان بالفوطه. وضروري تستعملي النمره 4، كديريها في يديداتك وكتبقاي ديري مساج الشعر ديالك وانت منشفاه بالفوطه، ما يكونش فيه الماء، غير بالفوطه. من بعد كتخليه كتجمعيه داك الساعه وخليه واحد شي شويه يشرب ديك الجيل. ابخي ديروا له الششوار ونشفيه مزيان. بالنسبه لي انا البنات شعري ضعيف ورقيق، انا طيحت لي الشعر، ولكن اللي عندها الشعر غليظ ما تخافش.